السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله تكون مفيدة. ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مرة تشوف القناة يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. واهلا بيكم على راسي من فوق وجودكم معايا والله. وندخل على الوصفة بتاعتنا ونسمي الله. انا هعمل النهارده معاكم سينابون، بس السينابون بقى ايه؟ دايت كده وصحي، سينابون صحي. هنحول كل حاجه فيه من حاجات اللي مش صحيه، علشان خاطر طبعا مش لازم نكون احنا عشان عاملين رجيم يعني ما نحليش، ما نعملش تحليه صحيه. هنقلب بقى كل حاجه في السينابون العادي خالص اللي احنا بنحبه، وبنعمل صوص الجبنه بتاعه ده اللي هو الصوص الابيض ده، ونحطه عليه كده ونبقى مبسوطين واحنا بناكله. هنحول كل حاجه فيه لصحيه. الصوص ده هنحوله هيبقى صحي، كل حاجه فيه هتبقى صحيه ان شاء الله، وهتاكلوها كده وانتوا عاملين الدايت بتاعكم من غير ما تكونوا حاسين بالذنب كده ان احنا بناكل حاجه مسكره او تزودنا في الوزن او كده. هنسمي الله وندخل على الوصفه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا الوصفه بتاعتنا ديت معايا. هنقلب بقى زي ما قلت لكم كده كل حاجه صحيه. في الاول كده هحط كده معلقه خميره كبيره كده. يعني انا كنت يعني يوم ما كنت عامله معاكم السميط اللي هو الصحي ده، كنت انا حاطه فيه كنت خدت معلقه كده من كيس الخميره ده. كان بقيه الخميره حوالي عن معلقه كبيره كده من الخميره. مش هحط بقى سكر، احنا اتفقنا ان احنا هنقلب كل حاجه لحاجه إيه صحيه. هحط معلقه صغيره كده من العسل الاسمر عشان بس التفاعل بتاع الخميره ما بتتفاعلش الا مع حاجه مسكره. مش هحط بقى سكر ابيض خالص، مش هنستعمل السكر خالص خالص. هحط بقى معلقه عسل اسمر كده على الميه الدافيه، وهسيبها بقى على جنب كده تغلي. ده معايا بقى الدقيق الاسمر. احنا هنحول بقى الدقيق الابيض لدقيق الاسمر. ده دقيق اسمر الحبه الكامله. استخراج انا مش عارفه، مش باينه قوي في الكاميرا بصراحه، بس هو استخراج 72%. خدت منهم كوبايه ونص كده. انا هعمل حته عجينه صغيره كده، مقدار صغير هيطلع لي السبع وحدات اللي انتوا شفتوهم في اول الفيديو. وقطعه زبده واحده كده فكتها كده في الميكروويف، او تطلعيها بدري كده من قبل ما تشتغلي. وهحط معلقه برضو من البيكنج باودر، وهحط معلقه كده من اللبن البودره. لبن بودره، مش هعجن بقى بلبن. مش هعجن بلبن، اللي هاخد بس شويه لبن صغيرين كده. في اخر الوصفه كده هنعمل بيه الصوص الابيض اللي انتوا شفتوه معايا كده في اول الفيديو. عليه بقى رشه ملح، وكده معلقه البيكنج باودر، معلقه اللبن البودرة ده، بيضة هحط عليها طبعا كيس فانيليا اللي عشان خاطر طبعا الزفارة. وهبدأ بقى اعجن الحاجات بتاعتنا دي. عملت فحرة كده في النص في الدقيق بتاعي، وحطيت البيضة بالفانيليا، وهبدأ بقى الف كل الكلام ده مع بعض واحدة واحدة كده اهو زي ما انتوا شايفين. زي ما اتفقنا كده ان احنا ديت تحلية صحية للناس اللي هم عاملين دايت. طبعا انا ما عملتش معاكم وصفة دايت بقالي فترة كده، يعني بقدم معاكم في القناة ده وده. فان شاء الله الوصفة الصحية دي بتاعتي تعجبكم، وتحطوا لي لايك كده على الفيديو بالله عليكم. ما تنسوش اللايك في اللي هيشجعني ان شاء الله ان انا اكمل. هعجن بقى، هبدا اعجن العجينه بتاعتي. حطيت بقى الخميره وحطيت البيضه وحطيت كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. وجبت بقى دي قطعه الزبده زي ما قلت لكم. هشيل بقى جزء منها كده، هي قطعه واحده بس كده، يعني خدت منها يجي معلقه، يعني تعتبر معلقه كده في قلب العجينه من الزبده اللي هي المذابه دي. هلم بقى العجينه بتاعتي زي العجينه العاديه بالظبط. اول ما هنحط الزبده هنلاقيها اتقطعت واتفتتت، وكل حته راحت في ناحيه كده. لا خالص، هتكملي العجن هتتلم وهتبقى زي الفل اهو. زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى اخد شويه ميه بشويه ميه لغايه ما عجنتها، وقفلت كمان الكاميرا وعجنت كمان شويه، لان يعني زيها زي اي عجينه انها لازم تتخدم حلو في العجن. زي ما انتوا شايفين حطيتها اهو. سبتها بقى لما خمرت، وهبدأ بقى افرد العجينة بتاعتي. غطيت عليها وحطيتها كده في مكان دافي، عشان احنا عارفين طبعا احنا في الشتاء. فلازم لازم تخمر كده. هي خمرت، بس هي عشان العجينة صغيرة مش باينة بقى انها ملت الطبق ولا كلام من ده. هي انا عملتها كده
معلقه ونص بس، يعني جم معايا 7 وحدات. عايزه اقول لكم ان ولادي البنات عندي حبوها جدا جدا، وقالوا لي بقى حاجه صحيه كلوها، قالوا دي احلى من اللي بتتعمل والله يا ماما بالدقيق الابيض. فبدل حاجه صحيه وعجبت ولادي فقلت فخلاص كلوا معايا. يعني انا كنت عاملاها حاجه بسيطه كده عشان خاطر ايه، ان انا اللي هاكلها لوحدي، بس هي بقى لما هم عجبتهم بألف هنا عليهم يا رب. اتبسطوا منها جدا جدا وكلوا معايا يعني. انا جبت بقى حته الزبده اللي احنا كنا شايلينها بقى في الاول دي، اتبقى بقى معلقه كده ولا حاجه، حطيت عليها كده معلقه من الكاكاو، واحط عليها مع نص معلقه كده من القرفه، على حسب بقى ما بتحبي القرفه اكتر الكاكاو اكتر. انا طبعا عشان بحب الكاكاو والشوكولاته وكده حطيت معلقتين كبار كده من الكاكاو، وديت نص معلقه كده من القرفه. ونخلت الكاكاو حلو قوي لان كان فيه تكتلات كده، لو حطيتها كده معلقه الكاكاو على الزبده على طول عمرها ما كانت هتدوب، وهتبقى مقرقشه كده في السينامون بتاعي، ومش هتبقى حلوه خالص. فانا نخلتها، وبعدين حطيت بقى معلقه كده من العسل الاسمر عشان تبقى ايه، يعني الحشوه بتاعتي برضو مسكره، يعني نص معلقه كده بس عشان ما تبقى مسكره كده. اللي تعرفين ان الكاكاو الخام بيبقى مر، فمعلقه العسل الاسمر دي هتسكر لي بقى الدنيا، ومش هتحسوا بطعم الكاكاو المر خالص. بس الشوكولاته ادت لها طعم حلو وريحه حلوه. نطرت بقى كده على السينامون بتاعي بعد ما فردته، وهبدا بقى ايه اوزعها كلها على العجينه. جبت بقى المعلقه ما كانتش كافيه معايا كده، جبت معلقه السينامون الاسباتيولا دي، شلت خدت كل بقى اللي في الطبق زي ما انتم شايفين بقى كده، وزعتها على كل العجينه بتاعتي. وهبدا بقى اشرحه شرايح، وهبدا بقى ايه اعملها كاني بعمل السينابون العادي بالظبط. ممكن تلفوا العجينه كلها وتمسكوها تقطعوها، بس الطريقه ديت اسهل بكتير قوي انكم انتوا تلفوها على بعضها، وبعدين تمسكوا تقطعوها اهو. وباخد حته كده من الطرف بقفل بقى العجينه من تحت عشان خاطر الكاكاو والعسل بتاعي ما ينزلش في الصينيه يتحروق، ولو اتحروق وكرمل بيديكي مراره مش حلوه. حتى السينابون العادي عشان بنبقى احنا بقى رشين سكر وكده، والسكر ده ما يكرملش ويدي مراره وهو بيستوي، بقفل كده من تحت بس كده. وهبدأ بقى ألفه. هم عملوا معايا بالظبط 7 وحدات. معلش بقى فصلت عشان خاطر الأذان. هكمل بقى معاكم هكمل بقى زي ما انتم شايفين كده، واقفلها من تحت. بعملها معاكم للمرة التانية اهو. وبعد كده بقى بعد ما ارصه واجهزه هسيبه بقى يخمر كمان مرة. العجينة الدقيق الاسمر يا بنات ما بيخمرش بزيادة قوي، يعني ما تشوفوه كده، يعني ما بيخمرش قوي بزيادة زي الدقيق الابيض. هو بيخمر وبينتفخ وكل حاجة، وحجمه طبعا بيتضاعف، بس مش زي برضو الدقيق الابيض. زي ما احنا شايفين كده انا حطيتها هبطت عليها تبطيطه صغيره كده، وهسيبه بقى اغطي عليه واسيبه بقى ايه يخمر، على ما امسح بقى الرخامه والم حواليا كده واسيبه يخمر. اولع بقى الفرن يسخن كويس جدا، وادخله بقى على فرن طبعا سخن. هعمل معاكم بقى اللي هو الايه الصوص الابيض اللي بيتحط. طبعا احنا معناش بقى لا صوص كراميل ولا صوص شوكولاته ولا الكلام من ده. ممكن نعمل صوص شوكولاته صحي، بنبدل بدل السكر نبدله بعسل ابيض زي ما انا هعمل دلوقتي. بس انا عملت معاكم المره دي الصوص الابيض بس. جبت بقى المعلقه كده جبنه من اللي هي الجبنه الفيتا اللي هي خفيفه الملح، او ممكن تبدلوها برضو بالجبنه القريش لو موجوده. حطيت عليها معلقه صغيره كده من اللبن البودره، وهحط ديت كريم شانتيه خام اللي هو مفيش فيه سكر، اللي هو كريم شانتيه خام. حطيت برضو معلقه صغيره كده. مش معنى يا بنات ان احنا بنعمل دايت يعني نحرم نفسنا من كل حاجه، احنا بس هنبدل حاجات بسيطه وهنحولها لحاجه صحيه. ودي ربع كوبايه كده من اللبن الساقع، لبن سقعان جدا طلعاه من التلاجة. وهحط بقى ايه عشان خاطر التسكيره بتاعتي يبقى مسكر كده وحلو، هحط معلقه كده من العسل الابيض على حسب بقى طبعا ما بتحبوا التحليه بتاعتكم. ممكن تزودوا شويه، ممكن تبدلوا العسل ده بسكر دايت اللي هو سكر ستيفيا او اي سكر بقى من انواع السكر الدايت دي. بس انا بصراحه ما بجيبهاش نهائي، ببدل بقى لا اما زي ما بدلت كده معلقه العسل مع الخميره، حطيت معلقه عسل اسود، انما في دي حطيت معلقه عسل ابيض عشان الصوص بتاعي ابيض، يعني العسل الاسمر هيغمقها طبعا وهتبقى غامقه. لا سبت بقى ايه العسل زي ما انتم شايفين. عملتها بقى بالهاند بلندر كده، ضربته بالهاند بلندر حلو جدا زي ما انتم شايفين. وبعدين هدخله بقى التلاجة. لما يدخل التلاجة هيجمد وهيبقى زي الصوص اللي هو بنعمله اللي هو العاق التاني بقى، اللي هو اللي داخله بقى يعني
يعني سكر وزبده ومش عارفه ايه وحاجات زي كده، اللي هو اللي انا عملته معاكم قبل كده برضو على القناه في السينابون العادي اللي هو السينابون الابيض. شايفين الطراوه؟ وعايزه اقول لكم برضو ان انا اول ما طلعته غطيته، يعني اول ما طلعته من الفرن غطيته، طري جدا وطعمه حلو قوي 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 بجد والله. تحليه صحيه ان شاء الله تعجبكم. انا بقول لكم والله عجبت عندي البنات لما هم يعني دقوها وكده، عجبتهم جدا جدا. انا عملت مقدار صغير على اساس انا لوحدي، وقلت كل يوم كده ايه اطلع قطعه اكلها وخلاص. بس هي لما عجبت البنات بألف هنا بقى يعني خلصت. يعني هي بجد هتعجب الكبير والصغير واللي عاملين دايت واللي مش عاملين دايت، ان شاء الله تعجبكم زي ما انتم شايفين. شوفوا الجمال، وبدوقها معاكم كمان اهو شايفين، ومورقه بقى وطعمها حلو جدا. وهي بقى كده كانت دافيه، يعني ما كانتش لا سخنه قوي ولا بارده، ولا سبتها بردت برضو، هي بتتاكل كده دافيه. ولما جيت اكلها المره التانية دفتها برضو في الميكروويف. وبزود بقى براحتي، ما حطيتش بقى الكميه كلها مره واحده وتشربها، لا ساعه الاكل اللي بيجي ياكل بياخد القطعه بتاعته كده في الطبق بتاعه، وبياخد من الصوص الابيض بتاعنا ده. وهتعجبه ان شاء الله باذن الله. ده الفيديو بتاعي يا حبايبي، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.